تخيل ان الطب ده هو اعظم مهنة في العالم لا، كنت هقول له يدخل اسنان بصراحة. يعني انت ما لكش حاجة عندنا ومش هنمضي لك حاجة، وانت ده اللي انت لازم تعمله. انت مش في سباق مع اي حد، لازم تمتحن الكلاب خلاص. لسه في فرص شغل كتير جدا، ولسه في ناس كتير جدا كل يوم بتيجي من مصر. ديفنسيف ميديسن ده براكتس تبنته دول الغرب. انت مفيش حاجة في مصر اسمها ان انت تكسبلور الكاريرز اللي انت ممكن تعملها قبل ما تدخل الجامعة. انا جيت انجلترا عشان كنت حاسس ان الدنيا هتبقى اسهل. او تالت شيفت في المستشفى جالنا حالة كاردياك ارست. الشتا صعب جدا بصراحة. محمد زايد، ازيك يا صديقي؟ ازيك يا كيمو؟ عامل ايه يا عامل حبيب ايه؟ قلبي؟ الحمد لله، انت ايه والله الاخبار؟ وحشني. والله وانت كمان يا أس. دلوقتي انا عارف ان انت شغال جي بي في انجلترا، في تمام. بلد انا مش عارف احفظ اسمها. فكنت عايز اسالك اول حاجه كده، ايه رايك في البلد اللي انت قاعد فيها؟ قول لي الاول، هي أم، بلد اسمها ايه؟ انا عارف ان انت قلت لي بس انا مش عارف احفظ اسمها. فقول لي انت قاعد في بلد اسمها ايه، وقول لي ايه رايك فيها، مبسوط فيها ولا لا؟ مبدئيا هو البلد اللي انا قاعد فيها اسمها وورذنج. فدي بلد ووردنج، في ايوه هي دي. بلد في بلد في الجنوب كده، في جنوب انجلترا على البحر. يعني قدام فرنسا الناحية التانية. ف طبعا انا مبسوط جدا هنا، والسبب الوحيد اللي ممكن يخليني ما انقلش ابدا من البلد دي هو الجو. يعني انها واحدة من احسن البلاد في انجلترا في الجو. يعني الفرق بين المطرة بين هنا والشمال تقريبا 3 شهور في السنة يعني. الموضوع الجو ده بحسه بيفرق مع ناس كتير عامه. يعني انا عايز اقول لك ان انا ما كنتش عمري متخيل ان الموضوع ده هيفرق معايا، بس انا اكتشفت ان انا يعني ابتدى يجيلي كل سنة seasonal depression في الشتاء. يعني انا ما بقدرش استحمل صح، الشتاء هنا. الشتاء صعب جدا بصراحة. متفهمك. وحاسس كمان اني في مصر ما كناش بنشوف الفور سيزونز قوي، احنا كنا بنشوف شتاء وصيف، يعني هو كان في 6 شهور شتاء و6 شهور صيف. اه، فلما بتسافر بقى وبتشوف الحاجات اللي في النص بقى، الخريف والربيع. معرفش في انجلترا الجو بيبقى فيه فور سيزونز ولا لأ، بس بتبقى مختلفة شوية عن مصر. اه، ده حقيقي. يعني انجلترا كمان مشكلتها ان انت ممكن تشوف الفور سيزونز دول في 4 ساعات. يعني انت الدنيا هتبقى شمس، وبعد كده هتمطر، وبعد كده هتقلب هوا، وبعد كده هتقلب برد فشخ. كل ده هيحصل في 4 ساعات وهنقلب اليوم وخلاص كده. مم. وهنا مفيش صيف وشتاء. يعني احنا الصيف مش صيف، الشتاء مرعب. فانت تقريبا طول السنة عايش في سيمي شتاء، او يعني الشتاء بتاع مصر كده. يعني الصيف هو الشتاء بتاع مصر، اللي هو درجة الحرارة 15 16 وانت نازل في الشمس مبسوط ولابس نص كم ومش مصدق نفسك. مم. آم، فطبعا يعني الجو بيفرق جدا عن مصر. واظن ان احنا ما كانش في حد فينا مدي اي اهتمام للموضوع ده، او متخيل انه هيبقى حاجة فعلا عامل مهم جدا وبيفرق جدا فعلا. ده حقيقي. اه. آه، طب اخدك بقى ونطير على دخولك كلية طب. قول لي الاول، انت دخلت كلية طب الله. بمزاجك ولا عشان المجموع؟ بأمانة. آه، بأمانة بص، أنا من يعني فاكر الدرس بتاع العربي بتاع أحمد زويل، وإن هما كانوا كان حاطط على أوضته إن هو هيبقى دكتور أحمد زويل لما هيكبر. ايوه. ما تقوليش ان انت كنت حاطط على اوضتك هتبقى دكتور. بس بص، هو أنا ما كنتش حاطط على أوضتي إن أنا هبقى دكتور، بس الدرس ده من الحاجات اللي أثرت فيا جدا عامة. مم. وأنا كطفل أهبل كنت متخيل إن الطب ده هو أعظم مهنة في العالم، وان انا يعني لازم ادخل طب. ولما جيت في اولى ثانوي، قبل يعني في النص التاني من اولى ثانوي واحنا خلاص داخلين على ثانويه عامه بقى، ولحظه الحقيقه، قعدت اتكلمت مع ابويا وقلت له انا لو ما دخلتش طب بمجموع الحكومه انت هتدخلني طب خاص، لان انا مش شايف نفسي اي حاجه تانية غير ان انا ابقى دكتور. اه عاش، ده انت كنت يعني باشنت من الاول. كنت باشنت جدا جدا جدا. يعني انا لدرجه ان انا لان انا بابا مهندس، وبعدين بابا مهندس وكان شغله كويس ومنصبه ممتاز جدا. فكان بمنتهى السهوله كان ممكن اختار ان انا ادخل هندسه وحياتي تبقى احلى بكتير ان انا
هخلص في 5 سنين واطلع اشتغل مع بابا والدنيا هتبقى حلوة. آم، بس ولكن انا فعلا ما كنتش شايف نفسي اي حاجة غير ان انا هبقى دكتور. وطبعا بقى الغشامة بتاعت الأحياء في تانية ثانوي، وهنخش بقى نقفل كل حاجة والكلام بقى القصة الجميلة دي. طب وانت ايه اللي كان حببك في الطب قوي كده؟ يعني ايه اللي كان مخليك باشنت على الطب كده، اللي هو لا انا عايز ابقى دكتور؟ هل في قصة مثلا حصلت معاك بص، ولا هو ليه؟ هو هو كان عامل من كذا حاجة. أول حاجة لأنه العيلة عندنا ما كانش فيها دكاترة. مم. ف فأظن كان subconsciously and subliminally كده في البيت دايما هما أنت لازم تبقى دكتور من وأنت صغير. على الاقل ويبقى آه، واحد دكتور في العيلة. بالظبط. وبعدين أنا الفيرست بورن اوف ذا فيرست بورن. ف... فكان اه الموضوع اصلا. دايما اللي هو بقى انت لازم انت يعني ولي العهد ولازم تطلع دكتور وكده. وكان الكلام ده مش من ابويا وامي بس، ده من ابويا وامي وعماتي وجدي وجدتي. و... ويعني وانا بكبر بقى، ولما دخلنا اعدادي وابتدينا بقى نتعرض للعالم الخارجي وابتدينا نتفرج على مسلسلات اجنبي. انا عايز اقول لك بقى ان في مسلسل هو من احدى الحاجات اللي غيرت، يعني اللي خلتني متعلق جدا بمهنة الطب. عارف ايه هو المسلسل يا اسامة؟ ممكن اجس. اي ار. ممكن، يعني حاسس ان في كذا مسلسل، بس ممكن اقول هاوس مثلا. لا، اي ار. اي ار، اوكي اه، ماشي. اي ار بتاع جورج كلوني. كان حلو، ده ده كان كان حلو. ده كان حاجة من، يعني انا ما كنتش كنت ببقى قاعد بتفرج وانا منبهر جدا. اللي مم. هو ايه يا جماعة، ايه العظمة دي؟ يعني ده الراجل بيدخل على نقالة وبيطلع من الطوارئ بيطلع بيجري. ف فدي حاجة طبعا يعني من الحاجات اللي حببتني في الموضوع. وانا بكبر ابتديت ابقى obsessed اكتر بالموضوع، يعني ابتديت ابقى obsessed اكتر بالطب. ولما دخلنا تانية ثانوي وابتدينا نذاكر البيولوجي ابتديت خلاص، يعني امنت بالله انا مش هروح حتة تانية غير المهنة دي. تمام. آه بس. فدلوقتي بقى بعد ما انت اوريدي خلاص بقيت established دكتور وشغال وبتتعامل مع العيانين وبتتعامل مع البيئة الطبية بشكل عام، حاسس ان انت يعني حققت يعني حاسس ان ده اللي كنت متوقعه من الطب، ولا حاسس ان في حاجات خرمت في النص؟ لا طبعا يعني حققت يعني. الحلم. بص، يعني حققت الحلم دي كلمة واسعة شوية عشان ده ينطبق على ايه هو الحلم. ما مم. هو يعني الحلم وانا طفل غير الحلم وانا دلوقتي. يعني الحلم وانت طفل وانت بقى كل حياتك عبارة عن اكسايتمنت واكشن وعمال تتنطط في المستشفيات وبتنقذ حياة عيانين وكده. لا انا قصدي والحلم كمان دلوقتي قبل كده، يعني وانت داخل الكلية. لو انت رجعت يعني نفسك ساعتها وانت داخل الكلية وانت متحمس ان انت نفسك تخش طب وبتذاكر علمي علوم علشان تخش طب، لو رجعت لنفسك ساعتها دلوقتي هتقول لا تمام؟ لا، كنت هقول له يدخل اسنان بصراحة. اصلا. تمام. بصراحة كنت اقول له لا، فكك من الحوار ده وادخل اسنان، عشان هي مش يعني مش صفقة حلوة. هي بس دي الفكرة، ان الطب مش صفقة حلوة في المطلق. يعني انت بتدخل الكلية وانت كل الناس عمالة تنفخ فيك ان انت بقى ايه، يعني اعظم واحد في الدنيا. وان انت في وسط اصحابك وفي وسط الناس اللي حواليك انت عملت انجاز عظيم ما حدش عمله قبل كده. بس مفيش حد بيجي يقول لك طب هو اكشلي ايه اللي هيحصل في الكلية، او انت لما تتخرج ايه اللي هيحصل لك بعد كده. وبرضه موضوع ان مفيش حاجة في مصر اسمها، يعني انت مفيش حاجة في مصر اسمها ان انت تكسبلور الكاريرز اللي انت ممكن تعملها قبل ما تدخل الجامعة. يعني صح، احنا انت ما بتبقى عندناش. صغير قوي برضو وانت بتاخد اه، قرار بهذا الحجم، يعني انت بتبقى عندك بالظبط 15 بالظبط. 16 سنة، وبعدين يلا انت هتاخد قرار حياتك المستقبلية كلها. كلها فانا كلها. متفاهم طبعا. ومفيش حد، يعني مفيش حتى اوبشن، وانا كانش عندي اوبشن حتى ان انا اقعد مثلا مع دكتور واتكلم معاه، لان ما كانش في حد في العيله دكتور. امم. والدكتور الوحيد اللي كان في العيله كان بنت عمتي اللي هي اكبر مني بسنه، فهي اوريدي دخلت الكليه واوريدي ماشيه في الكليه. وبس. فطبعا الموضوع يعني انت لما بتيجي، يعني انا مش هنتكلم، يعني انا مش عارف طبعا، احنا ممكن نقعد نتكلم على سنين الكليه نفسها والصدمات بتاعت سنين الكليه، وانت بتكتشف ان انت الدنيا كل شويه عماله توسع 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 ومش عارف هتلمها ازاي.
بس اللحظة اللي انت بتتخرج فيها، او اللحظة اللي احنا خلصنا فيها سنة ستة وابتدينا نكتشف هو قد ايه اصلا الموضوع بره سيء، وايه كم الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها عشان بس نعيش حياة بيزك. دي كانت تروماتايزنج بالنسبة لي، كانت حاجة اللي هو يا نهار ابيض، طب انا لو كان حد قال لي كده ما كنتش جيت هنا. يعني ما اصحابي بتوع اسنان عايشين حياة مزيكا. صح. ويعني نتمنى يكون برضو بودكاست ده من أهم الأسباب إن الناس اللي هي لسه في طب تسمع برضو تجارب الناس التانية، زي ما انت بتقول يمكن تستفيد حاجة من تجاربها. زي طبعا اه انا طبعا. عارف ان انا عارفك عشان انت صاحبي ودفعتي وحبيبي، بس ممكن حبيبي يا يكون في باشا. ناس بتسمعنا ما تعرفكش. فلو هقول لك كلمني على محمد زايد كده في دقيقة، تقول عليه ايه؟ أه طب يا جماعة، يعني أنا دخلت طب، وبعد ما خلصت طب أنا يعني كنت محتار هل المفروض أروح أمريكا ولا إنجلترا، وهي حيرة كل شاب متخرج من كلية الطب. أم، أنا جيت إنجلترا عشان كنت حاسس إن الدنيا هتبقى أسهل والدنيا هتمشي أحسن. بس قبل ده ما يحصل أنا يعني اشتغلت كتير جدا في مصر، اشتغلت 3 سنين في مصر في رعايات وطوارئ وكده. ف... فأنا خدت التجربة في مصر، تجربة ممتازة جدا، وهي ستيل حاجة أنا فخور بيها لحد دلوقتي، لأن هي حاجة علمتني كتير جدا. آم، فيعني بس أنا بمنتهى البساطة شخص مش عايز أي حاجة من العالم غير إن هو ياكل عيش وينبسط في البيت وبس. يعني أنا شخص مش عايز فرهضة. بس هو ده محمد زايد، أنا شل يعني أنا نوت شل، أنا مش عايز فرهضة. كنت فاهمك تماما. بس قول لي انت شغال ايه دلوقتي؟ بتعمل ايه؟ ايه وظيفتك؟ طيب. أم، يعني تحب اقول لك من اول ما جيت انجلترا يعني، ولا الفترة الحالية م- اللي انا فيها؟ يعني براحتك، بس يعني عايز اعرف اللي هو انت دلوقتي شغال ايه وبتعمل ايه وكده. طيب انا دلوقتي شغال جي بي تريني، اللي هو انا زي الفاميلي ميديسن في مصر او في امريكا نفس الحاجة. آه، انا ليه اخترت الطريق ده؟ لان الطريق ده انت بتدخل تريننج 3 سنين بس، وبعدين تطلع من التريننج ده زيك زي الكونسلتنت عادي على نفس الباي ريت. بالعكس، انت ممكن اصلا تبقى بتقبض فلوس اكتر من كونسلتنتس كمان. أم، والموضوع يعني ظريف ولطيف، وهي بس شغلك في العيادات، وبلس ان هو بيفتح لك فرص ان انت تعمل سبيشال انترست في حاجة، في اي حاجة انت عايزها. فممكن تبقى بتروح المستشفى تعمل عيادات في المستشفى، ممكن تشتغل في الطوارئ في المستشفى لو عايز. أم، تشتغل في الماينر انجريز والحاجات اللي زي دي. ف... فانا اخترت الطريق ده لان هو بمنتهى البساطة طريق قصير، و... والدنيا بعديه تبدو كويسة وستيبل، وانت بعد كده انت اللي بتديكتيت ايه اللي هيحصل يعني. مم. انت اللي بتديكتيت ايه اللي هيحصل في اسبوعك يعني. ودي بتهيألي برضه حاجة مهمة الناس ما بتاخدش بالها منها قوي، وهي فكرة الورك لايف بالانس. يعني انت ممكن تكون تحديدا. بتشتغل كتير، بس ما عندكش حتة اللكجري بان انت تختار انت عايز تشتغل امتى، او ممكن تكون حتى ما بتشتغلش كتير بس ما عندكش حتة الرفاهية برضو ان انت تقرر انت عايز تاخد اجازة دلوقتي فينفع تاخد اجازة دلوقتي، او انت عايز تأجز اليومين دول فينفع تأجز اليومين دول. دي حاجة مهمة، بحس ان ناس كتير برضو ما بتغفلها كده يعني، بس بحس ان دي حاجة مهمة وانت بتقرر انت عايز تشتغل ايه وهتعمل ايه. طب طبعا. جوز دلوقتي انا عايز اسالك سؤال بقى مهم جدا، انت امتى قول يا حبيبي. فكرت في السفر وليه؟ طيب. انت فكرت في السفر، يعني انا اظن ان احنا من اخر يعني من سنة ستة لما ابتدينا يبقى احتكاكنا بالمستشفيات كتير، او ابتدينا نبقى موجودين في الدمرداش بشكل تقريبا مستمر طول الوقت، و... وبنحضر الراوندز وبنشوف ايه البراكتس عامل ازاي وكده. انا ساعتها حسيت ان انا غالبا انا مش هعرف افيت ان، وغالبا انا هبقى يعني عيل عبيط ماشي في المستشفى والناس هتضربه بالقفا طول الوقت، وهبقى مش عارف اتعامل وكده، وهتوه جدا. ولو هو البراكتس في مصر في كل حتة في مصر بالمنظر ده يبقى يعني يفتح الله. أم، بس اللي كان في فعلا مشكله خلاني. اللاك اوف ستراكشر في مصر، يعني كنت انت بالظبط. بتحس من بدايه بالظبط. من الامتياز اللي هو ما فيش سيستم، يعني هو بالظبط.
احنا بننزل كده بننطلق، بس ما حدش بياخد ايدك يقولك انت هتعمل كده كده، هتتعلم كده. بالظبط. فطبعا. والامتياز طبعا تجربة، يعني تجربة بشعة جدا، وتجربة يعني تصيب بالاكتئاب بشكل يعني غريب جدا، لأن أنت قدامك حل من الاتنين: يا إما هتشتغل عبد في مستشفى الجامعة، يا إما هتشتغل مدير المستشفى في مستشفى الحكومة. فأنت ما عندكش حاجة في النص. مم. يعني أنت صح. يا إما كلب بتمسح المستشفى في المستشفى الجامعة بتاعتك، اللي هي كانت الدمرداش بالنسبة لنا. مم. نروح نقف قدام بنك الدم طوابير عشان نتحايل عليهم يدونا كيس دم للعيانين. يا اما فاكر انت انا في بنك الدم ده كان مأساة. كانت تجربه بشعه جدا. انت مم. واقف، ودي الحاجه المين اللي انت بتعملها. يعني هو انت حتى لما بتتكلم مع اي حد من النواب، هو بمنتهى البساطه بيقول لك ان هو ده دورك. ودي حاجه يعني established و given fact محدش هيعرف يقاوحها. يعني اي اجيال حد دي بقالها اصلها سنين. بالظبط. فانت هتفتح بقك في الموضوع ده، انت هناكلك. يعني انت مالكش حاجه عندنا ومش هنمضي لك حاجه، وانت ده اللي انت لازم تعمله. فطبعا دي اول حاجه. الحاجه على الجانب الاخر، لما بتروح المستشفى الحكومه، انت بيسيبوك في المستشفى الحكومه في الاستقبال، تقعد بقى انت شايل المستشفى. يعني احنا كنا بنقعد انا وعلاء عادل وعمرو انديل في مستشفى الشروق، بنقعد الشيفت بتاعنا 36 ساعه في الاسبوع. ال 36 ساعه احنا قاعدين في الطوارئ، ما معناش حد تاني في المستشفى. يعني ودي احنا طبعا معناش. يعني للناس اللي مش مقدرة حجم الموضوع ده، هو انت راجل لسه متخرج حرفيا بقالك كام شهر، واخد مسؤولية اي حد يجيلك في الطوارئ، سواء بقى جراحات، بالظبط. تروما، بطنة، اي حاجة، وانت لسه يا دوبك بتبتدي، ومفيش حاجة، مفيش بقى سوبرفيجن، ومفيش حد بيعلم، ومفيش جايدنس. بالظبط. يعني الموضوع فعلا بيبقى مرعب يعني. مرعب مرعب. يعني انا عايز اقول لك ان احنا تالت يوم في المستشفى، او تالت شيفت في المستشفى، جالنا حاله كاردياك ارست. داخل علينا هو الراجل لسه مأرست بقاله 10 دقايق مثلا، او 5 دقايق جنب المستشفى، وجايبينه وداخلين بيجروا بيه على المستشفى. ولك ان تتخيل ان في 3 عيال واقفين في الامتياز، المفروض ان هم ينقذوا حياة الشخص ده. ف... فطبعا دي حاجة مرعبة جدا. يعني انت مش عارف هتعمل ايه. انت مش عارف اللي انت هتعمله، انت عارفه نظري بس انت مش عارف تطبقه ازاي، او الستبس هتبقى ازاي. انت معكش اي حد سينيور يليد التيم او يليد الموضوع. وطبعا انت لما بتشتغل، يعني طبعا يا اسامه انت اشتغلت هنا وانا اشتغلت هنا واشتغلت في acute areas، وعارف قد ايه اهميه ان في حد يبقى بيليد، او في حد يبقى سايق طبعا. قطيع من الدكاتره والتمريض اللي معاه، ان هم يطلعوا احسن اوتكم للعيان ده. طبعا. فلما ده ويعني بيبقاش كمان. موجود. صح. بالظبط. يعني زيادة على اللي انت بتقوله، هو المشكلة بتيجي من ان انت فعلا زي ما انت قلت، انت بتبقى عارف الحاجات دي نظري، بس لما بتيجي بقى في بالظبط. البراكتس، انت بتبقى عايز تشوفها مرتين تلاتة، تشتغل فيها 5 6 مرات علشان تحس بالظبط. ان انت مرتاح تعملها لوحدك، مش تترمي كده من الكتاب للبراكتس لوحدك من غير بالظبط. اي حاجة. فطبعا ده نقطة مهمة جدا جدا. فالموضوع طبعا بيبقى مرعب. يعني انت بتبقى واقف. يعني احنا في استقبال الشروق دي، يعني عدى علينا مواقف كتير جدا. يعني عدى علينا كاردياك ارست، عدى علينا حادثة طفل صغير عربية خبطاه، عدى علينا ست حامل وجاية بتولد والووتر بروك وهي داخلة المستشفى. وطبعا دي كلها مواقف يعني على ايدك. انت عارف اللي فيها. انت مهم. داخل في 3 يا جماعة، ال3 اللي واقفين جوه دول والله ما يعرفوا حاجة، والله ما هيعرفوا يساعدوا في حاجه. احنا واقفين هنا حاطين لنا صوره. وانا عايز اقول لك ان احنا كنا بنتخانق مع مدير المستشفى على الموضوع ده، وكان دايما رده: هو ده اللي عندي. بالظبط. دي برضو حاجة تانية، ان هو تحس ان هو يعني هو مفيش حد قاصد ان هو يحطك في الموقف ده، هو بس بالظبط. السيستم خذلك بس، يعني هو بالظبط. مفيش حد مستقصدك ان هو يحطك في الموقف ده، هو بس السيستم غصب عن كل حاجة. كل ده اللي الخريجين هيحصل. الجداد في الامتياز هو ده الموقف اللي بيتحطوا فيها للأسف يعني. بالظبط. فده طبعا اول حاجه، يعني ده اول تعرض ليك للبراكتس في مصر. فده طبعا يعني بيبقى حاجه يعني قاتله جدا. انت خلاص انت بتفصل تماما. طب ما هو انا هيشتغل في اي مستشفى هيبقى ده المنظر، وهيبقى ده الموضوع كله عباره عن شويه كنافه كده. فلا خلاص مش مستاهله بقى. يبقى احنا لازم نمشي من هنا، لازم نمشي من هنا وفي اسرع وقت ممكن.
صح. طب انت خلاص يعني في امتياز قررت انا لازم همشي من هنا. مهم. وبعدين طبعا يعني اكيد كان في اوبشنز كتير للسفر. ده ليه بقى حقيقي. تحديدا قررت انجلترا؟ بص احنا طبعا يعني برضو في حاجة عايز ازودها، ان من الحاجات اللي خلتنا فعلا نقتنع انه 100% احنا لازم نمشي من البلد هو الالكتيف اللي احنا عملناه في كندا قبل الامتياز على طول. مم. ان ده انت مرة واحدة رحت ولقيت بقى ان ده يا نهار ابيض، ده الميديكال براكتس ده حاجة عظيمة جدا مم. وحاجة اورجنايزد جدا، بس احنا ما نعرفش عنها حاجة. صح. واحنا ما عندناش الا مجرد شوية معلومات على ورق احنا حافظينها، وده بيعتمد على كل واحد وشطارته. يعني كل واحد وقدرته على المذاكرة والمعرفة قد ايه. بس انت اكشلي ما تعرفش اي حاجة عن الميديكال براكتس ده. دي انت الكلية ما علمتكش اي حاجة عن الاكشوال رياليستيك ميديكال براكتس. او مم. يعني او لما بتسافر وتكتشف ان انت الكلية ما علمتكش اي حاجة عن الايفيدنس بيزد براكتس اللي هو الطب. صح. يعني اللي هو بمنتهى البساطة هو ده فعلا الطب. آم، لما ابتدينا في امتياز انا كنت بصراحة محتار هل هتبقى امريكا ولا انجلترا، يعني هل المفروض نروح امريكا ولا نروح انجلترا. مم. في الاول جبت كتب اليو اس ام اي وابتديت اذاكر اليو اس ام اي شويه. أم، ولكن لما قريت اكتر عن اليو اس ام اي، ودي برضو يعني حاجه ترجع لشخصيتي انا، اكتشفت ان الموضوع كومبetitive جدا وحاجه يعني انت لازم تبقى شخص شرس جدا عشان تلاند بوزيشن حلو في مكان كويس ويبقى عندك الموتيف والقدرة على ان انت تكمل في ده كله وتكمل ثرو كل الاوبستكلز اللي امريكا بتقدمها لك. وان انت بقى كل شوية هتروح وتعمل الكتيف وتدفع فلوس للابليكيشن كتير وكده والكلام ده كله. مم. فبصراحة كان بالنسبة لي لما فكرت فيها it's not worth it. يعني مم. انا مش ده اللي انا عايزه في حياتي. انا مم. مش بحاول ان انا اوصل ان انا لما ابقى استشاري ابقى مليونير مثلا. انا مش ده اللي انا عايزه. انا كل اللي انا عايزه ان انا ابقى عايش حياة كريمة بيزك وعادي وعايش مبسوط، وبعد كده لما هبقى استشاري في انجلترا واخلص ستيل عندي الاوبشن ان انا ابقى مليونير واعمل كل الحركات الحلوة دي بس براحتي بمزاجي من غير ما يبقى في حد بيجري ورايا يعني. صح. حلو أم... قوي اللي انت قلته ده يا زايد، علشان برضو بحس ان الناس عندها كده فكرة ان في طريق واحد للنجاح، اللي هو يعني بيحطوا بالذات الشباب الصغير اللي هم لسه في الكلية بيبقوا حاطين في دماغهم مثلا انا لازم اسافر امريكا، فلو امريكا باظت او ما نفعتش او انا مش معايا فلوس امريكا فخلاص فيبقى انا كده فشلت في السفر. بس ده مش حقيقي، لان فعلا يعني في ناس بتسافر حتة تانية، وحتى مش انجلترا بس، يعني في ناس بتسافر حتة تانية كتير وبتبقى مبسوطة وبتبقى شغالة وبتبقى يعني ما عندهاش اي مشاكل. فحلوة الحتة اللي انت قلتها دي، ان يعني بناء على ظروفك وشخصيتك وتصوراتك للمستقبل ان انت ما كنتش عايز المهرجان بتاع امريكا، انت كنت عايز حاجة تناسبك. والبيس بتاعها كمان يناسبك، ده فانجلترا حقيقي. كانت مناسبة ليك. يعني انا طبعا انا يعني انا دايما حتى لما حد من اصحاب اخواتي الصغيرين او يبقى داخل طب او يكلمني في اي حاجه، دايما بيبقى كلامي هو انه آم، اي حاجه انت عايز تعملها في الاخر هتيجي. بس ان انت تبقى شايف ان كل حاجه لازم تتعمل بالبيس اللي الواقع فرضه عليك ده، يعني مش هتكسب اي حاجه لان انت مش في سباق مع اي حد. يعني مفيش اي حد صح. بيسابق اي حاجه. احنا كلنا كل واحد فينا عايش في العالم بتاعه. آم، انا مثلا انا وانت مش بنتسابق على مين هيعمل فلوس اكتر، فاهم قصدي؟ احنا صح. عادي، انت لو بقيت ملياردير وانا باخد 2000 جنيه استرليني في السنة احنا لسه صحاب عادي ولسه صح. تمام والدنيا تمام مفيش مشكلة. ومصلحة، يعني مصلحة لي. بالظبط بالظبط والله. يعني الموضوع كله هو عبارة عن ان احنا لازم يعني كل واحد لازم يبص لمستقبله من واقع البيس الحقيقي بتاعه. لان انت لو قررت، انا لو كنت قررت مثلا ان انا لا انا لازم امشي في سكة امريكا عشان هي دي الحاجة الالتيميت اللي انا المفروض اعملها، آه، انا مثلا اتوقع ان انا كان زماني يعني بيرنت اوت تماما في اول سنة في النيابة ورجعت مصر. ويعني كرهت حياتي ورجعت مصر خلاص شكرا مش هكمل. صح، كلام مهم عامة. طب دلوقتي يا زوز، انا عارف ان انت قررت انجلترا مهم. ويلا هنسافر. احكي لي مهم. بقى على البروسيس بقى من ساعة ما قررت انا هي انجلترا لحد ما اشتغلت في انجلترا.
طيب انا قررت ان هي انجلترا، واحنا في يعني بعد اول شهرين او ثلاثة من الامتياز. كان ساعتها بصراحة ما كانش عندي علم قوي بالبلاب، وكان الشخص اللي قال لنا على موضوع انجلترا، او اللي ابتدى زرع فكرة انجلترا في دماغنا، هو ابو عمر فتحي. مم. ان هو قال لنا انتوا الاتنين ممكن تعملوا الام ار سي بي وتسافروا بيها. والام ار سي بي اللي هي الممبرشيب اوف ذا رويال كولج اوف فيزيشنز، اللي هي بتعادل ماجستير الباطنة في مصر، مم. ماجستير الباطنة العامة. أم، فاحنا ابتدينا نذاكر الام ار سي بي، وبعدين اكتشفنا واحنا بنذاكر الام ار سي بي في امتياز انه ال يعني كل الناس السينيورز بتوعنا لما بيشوفونا بنذاكر ام ار سي بي كله بيقول لنا انت مستحيل تنجح، لان انت لسه طفل في امتياز وده امتحان بتاع اخصائيين، فانت مستحيل تنجح. مم. ولكن بصراحة برضو يعني ده كان حاجة من الحاجات اللي زقتني أكتر على الام ار سي بي، لأن أنا أصلا من سنة خمسة وأنا بحب البطنة جدا. فمذاكرة الام ار سي بي بالنسبة لي كانت يعني كانت حاجة ممتعة، أنا كنت ببقى مبسوط وأنا بذاكر، ما كنتش ببقى متضايق خالص. مم. أم، فعديت بارت 1 في الام ار سي بي، وعديت بارت 2 في الام ار سي بي. وهنا اختيار الام ار سي بي برضو كان فيه عامل مهم، لأن احنا بعد ما خلصنا بارت 2 ابتدينا نوعى لموضوع البلاب. بس البلاب كان فيه مشكلة، إن بارت 2 بتاع البلاب كان لازم تمتحنه في إنجلترا، واحنا مم. وقتها ما كناش نعرف لسه الجيش هيعمل فينا ايه. صح. يعني انا ما هي كنتش كانت اعرف. بتبقى فترة كده مليانة uncertainty. بالظبط انت طالع مش متأكد من اي حاجة، وممكن في خلال كمان كام شهر في 3 سنين هيضيعوا من حياتك هدر مع الجيش. ف... مم. فالواحد ما كانش عارف قوي ايه اللي هيحصل. فعشان كده قررت الام ار سي بي، عشان الام ار سي بي هتبقى حاجة يعني ممكن اعملها كلها في مصر، مش مضطر اسافر يعني. صح. فامتحنت بارت لحد 1 ما تشوف الجيش هيقول لك ايه، وبعدين تشوف بالظبط بقى هل في جدوى من بالظبط البلاب ولا لا. بالظبط يعني لحد ما اشوف ايه اللي هيحصل مع الجيش. فامتحنت بارت 1 وبارت 2، الحمد لله عديتهم في خلال 6 شهور، من يعني شهر واحد وشهر ستة. شهر واحد 2016، شهر ستة 2016 كنت مخلص بارت 1 وبارت 2. أم، ودي طب كانت يعني انا بس عايزه اسالك هنا سؤال، يعني لان انا حاسس ان دي برضو انجاز مش يعني مش كومن قوي، يعني ان انت تخلص بارت 1 وبارت 2 في 6 شهور. دي حاجه مش يعني مش بسمع عنها كتير. فهل انت مثلا كان عندك حاجه او عندك تيبس مثلا تقولها لو حد عايز يخلص فعلا البارت 1 وبارت 2 دول في فتره قصيره يعملها؟ سورسز مذاكره حاجه كده بحيث ان يعني يستفيدوا برضو من التجربة دي، لأن أنا حاسس إن دي حاجة مش بتحصل كتير إن أنت تخلصهم في 6 شهور. بص، هو يعني الحاجة اللي أنا هقدر، يعني الحاجة الوحيدة اللي أنا التيب، يعني التوب تيب في الموضوع، هو إنه البارت 1 وبارت 2 قريبين قوي من بعض في المذاكرة. بارت 1 فيه بيزك ساينسز أكتر، بارت 2 بيعتمد على الكلينيكال براكتس بتاعك أكتر. بس الاتنين قريبين قوي من بعض في المذاكرة. فدايما لما اي حد بكلمه عن موضوع الام ار سي بي، دايما بتبقى نصيحتي هو اليوم اللي هتعدي فيه بارت 1 احجز بارت 2 اللي جاي على طول، لان انت بتبقى لسه المعلومات فريش في دماغك، بتبقى لسه المذاكرة بتاع بارت 1 ماشية في دماغك. فانت بس كل اللي انت محتاج تزود عليه هو ان انت بتزود الحاجات المور الكلينيكالي، يعني ويكد بقى الحاجات يعني الحاجات المعقربة في الشغل الكلينيكال بقى، وهتدي بقى بوتاسيوم قد ايه، وهتدي بقى وهتحسب الاي جي اف ار ازاي، والحاجات بقى اللي هي ايه المعقربة دي. دي بقى انت بتزودها في بورت 2. سورسز المذاكرة عموما هي انت مش محتاج تعمل اي حاجة غير ان انت تقعد تحل اسئلة طول الوقت، لان هي دي المذاكرة الحقيقية. انت بتحل السؤال، وبتحل السؤال حتى صح او غلط. ودي مش مهمة، ودي حاجة بقى يعني يا أسامة أنا عايز يعني أزود، يعني أأكد عليها جدا 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 في كل مذاكرة لأي امتحان، في عموم يعني في عموم السفر وفي عموم امتحانات أي دولة بره. هو إن أنت وأنت بتحل من الكويشن بانكس بتاعت الامتحانات دي، اوعى في أي لحظة من اللحظات تكون بتختبر نفسك، لأن أنت حمار ما تعرفش حاجة. أنت طول الوقت حمار ما تعرفش حاجة. فان انت تبقى صح. بتختبر نفسك بالاسئله دي هو حاجه ديبريسنج جدا، وحاجه بتقتل جواك كل يعني دافع ان انت تكمل وان انت تمتحن. يعني انت هتفضل طول الوقت حاسس ايه ده انا ما اعرفش حاجه.
ده انا اكيد عمري ما هوصل ان انا اوصل للحتة دي، انا اكيد عمري ما هبقى عارف المعلومات دي، اكيد يعني مستحيل. ف حلوة قوي الحتة دي، يعني ان انت فعلا وانت بتحل امتحانات او يعني اسئلة لاي سفر واي مذاكرة عامة، يعني دايما خليه عندك ابروتش اللي هو انا بحل علشان ده انا كده بذاكر، مش بالظبط، اختبار، وانا بالظبط، بحل بالظبط، بتعلم من الصح وبتعلم برضو لما بغلط. بالظبط. فحلو قوي الحتة دي. يعني طب البس الخازوق بمنتهى السلاسة، يعني ما تتضايقش أول ما تحل السؤال كده وتلاقي الإجابة طالعة حمرا في وشك، ما تزعلش، ما هو أصلا أنت جاي هنا عشان تطلع حمرا في وشك هنا، مش عشان تطلع حمرا في وشك في الامتحان. ف... صح. فدايما وانت بتحل لازم دايما تبقى عندك الكالتشر بتاعت انا مفيش مشكلة، انا هقعد احل اسئلة غلط للصبح، بس السؤال الغلط اللي انا بحله خلاص مش هحله غلط تاني، يعني انت بتتعلم ومش هتحله غلط تاني. صح، او هستفيد منه معلومة هتنفعني في بالظبط، سؤال تاني، يعني هو بالظبط. هو نفس الفكرة. طب انت خلصت ال MRCP Part 1 و Part 2 في 6 شهور، من بعديها بقى احكي لي عملت ايه علشان توصل لانجلترا وتستارت براكتس فعلا. آه بعدها انا اتحشرت، يعني اتحشرت في مصر شويه، مم. والحشره كان سببها ان انا جيت يعني شهر 6 2016، شهر 7 لما عرفت نتيجه الامتحان وعديت. بعد كده قدمت على الجيش في شهر 11 وفي 2016، والحمد لله خدت اعفاء، ودي كانت حاجه يعني من يعني دي اعظم، وانا ما زلت بقول لحد دلوقتي دي اعظم شهاده الاعفاء، دي اعظم ورقه مسكتها في حياتي على الاطلاق. يعني بلاش الحمد لله. بلاش بلاش شهاده كليه طب بقى بلا يعني. دي فعلا لازم تتبروز وتحطها وراك في والله المكتب، والله بجد يعني دي مش شهادة فعلا الكلية. دي اعظم ورقة مسكتها في حياتي على الاطلاق، يعني دي حاجة يعني عظيمة جدا لان انت لان انت م- بتحس برضو ان انت يعني هتضيع 3 سنين من عمرك، بالظبط. وانت بعد ما بتخلص انا لسه بقى وهبتدي بقى اشوف انا عايز اعمل ايه في حياتي، فاصلا بتحس ان انت defeated من قبل ما تبتدي، لو انت انت متأخر بالظبط. اوريدي 3 سنين. انت داخل اللعبة اوريدي خسران ومضروب ويعني طلعان عين امك، صح. فانت محتاج بقى ايه، تكيب اب وتكاتش اب مع كل اللي الناس عملته في خلال ال3 سنين اللي فاتوا دول. فطبعا ده بيعمل بريشر على البني ادم يعني كبير جدا، فانا يعني لما خدت الاعفاء من الجيش كانت حاجه بصراحه ممتازه جدا. مم. المهم انا كنت في الوقت ده بحاول اقدم على بيسز في مصر. البيسز اللي هو الامتحان الاوسكي الكلينيكال، اللي هو الجزء الثالث بتاع الMRCP. مم. وده يعني زي ما هم بيقولوا عليه كده هنا في انجلترا، ده الامتحان البعبع، يعني ده بقى الايه العو بتاع امتحانات انجلترا بيسز. لان البيسز هو 6 ستيشنز، وانت بتخش في كل ستيشن مطلوب منك تعمل حاجة في 5 دقايق او في 6 دقايق، وبعد كده بيستلمك الاكزامينر بعدها دقيقتين ل3 دقايق، يقعد بقى يسألك عن اسئلة عن الحاجات اللي انت عملتها وتبريزنت الفايندنجز بتاعتك وكده، و... وبطريقة بتاعت اخصائيين الباطنة او الميديكال ريجسترارز هنا. فطبعا مم. الموضوع بيبقى الموضوع كم واسع علينا شوية، واحنا لسه في وقتها يعني. مم. بس فخدنا الإعفاء من الجيش وابتديت أحاول أقدم على بيسز، بس كان في مشكلة إنه سنتر بيسز في مصر أماكن فيه محدودة جدا، و مفيش يعني مفيش availability قوي في الأماكن، وعشان في ناس كتير بتسقط فهم بياخدوا الناس الكبار الأول، أو اللي في آخر ال eligibility period بتاعتهم الأول. مم. فده طبعا خلى ان وانا بقدم كنت انا ومحمد ماجد وبسنت، احنا التلاتة واحنا بنقدم شاوت احنا اوت. اه يعني شاوت اوت تماما بصراحة يعني. الناس دي حاربت معايا كتير في موضوع البيسز ده، ورحنا كورسات مع بعض وبتاع، بس في الاخر انت بتقعد تقدم وتترفض، تقدم وتترفض، تقدم وتترفض، ومفيش يعني مفيش حاجة بتقول ان انت هيجيلك الامتحان. أم، بعد كده قررت ان انا خلاص، يعني طالما انا لازق في مصر لفترة البيسز دي لحد ما امتحن البيسز واخلصه، فانا مش هضيع الفترة دي بس ان انا قاعد في البيت مستني الامتحان، انا هستلم شغل الحكومة وانزل اشتغل. مم. وده تفكير عملي برضو، اللي هو يعني انت لازم تبقى بتعمل حاجة. يعني كان في كتاب حلو كده، كان اللي كان محمد صلاح بيقراه في المطار، اللي هو امم بتاع The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
امم. كان بيتكلم على الحته دي، اللي هو لو انت حاسس ان انت عطلان او مستني حاجه فدو something، يعني اعمل اي حاجه، مش اه مهم ايه بالظبط. الحاجه دي، بس اعمل حاجه وخلاص. وده كمان لان انت يعني انت محتاج تمشي يومك، يعني انت محتاج ما تبقاش obsessed عن حاجه على حاجه معينه ومركز عليها وهي دي وخلاص، انا مش هعمل حاجه تانية. بلس انه ودي حاجه انا يمكن عرفتها بعد ما ابتديت شغل، ودي حاجه انا اقدمها نصيحه لاي خريج طب جديد، انه actually الشغل في مصر يعني is very enriching. يعني انت فعلا بتكتسب كميه من الخبره في سنتين أو ثلاثة ما يعادل 10 سنين شغل في أي بلد تانية. أنت بتشوف مم. كمية حالات وبتتعرض لكمية مواقف فعلا بتشكل جزء كبير من البراكتس بتاعك، بتشكل جزء كبير من الابروتش بتاعك لكل حاجة. بتبقى عارف يعني بتتعلم. التعليم هنا هو ترايل اند ايرور، ودي حاجة بشعة جدا للعيانين، ولكن انت بتتعلم وبتتعلم كويس جدا كمان، لان انت بتشوف الحالات، بترجع تقرا، وبعدين انت المره دي عملت حاجه غلط، المره الجايه مش هتعملها. طبعا يعني مش عايز ابقى بس ابقى يعني ابان راجل سادي، وان العيانين اللي بيروحوا في الرجلين دول بصراحه ربنا معاهم، بس ولكن للاسف هو دي الطريقه اللي الدكاتره بيتعلموا فيها في مصر، لان مفيش سيستم لتعليم الدكاتره في مصر. مم. أه فيعني هي دي حتى كمان هترجعنا للحته اللي كنا بنتكلم عليها في الاول، هي نفس الفكره ان انت ما فيش سوبرفيجن، بس هو انت بتضطر بقى ان ما فيش سوبرفيجن، فانت ما انت لازم تشتغل والعيانين بالظبط. هتجولك، فيعني فانت بالظبط. هتبتدي تعلم نفسك، فهتبتدي تجرب. اول مره هتبتدي تخيط جرح، اول مره هيطلع مش حلو، تاني مره احسن، تالت مره هتبقى ظبطت. نفس القصه في البطنه والحاجات التانية، هتبتدي تحديدا. تجرب وتقرا شويه، وبعدين تجرب في الريل لايف شويه لحد ما تتحسن. طبعا يعني eventually من كتر ما بتشوف حالات كتير وبتجيت exposed لحاجات كتير، مستواك هيتحسن طبعا. 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 وده بيفرق جدا لما بتيجي، يعني لما بتسافر ده بيفرق جدا جدا، لان انت بتحس انه ماشي، انا مش واعي بالسيستم قوي هنا، مش عارف إيه اللي بيحصل في العموم، بس الطب اللي انت ذاكرته واشتغلته بايدك في مصر هو نفس الطب اللي هما بيعملوه هنا، هو بس السيستم مختلف، بس اكشلي الكور بتاع البراكتس هو. فانت بتحس ان انت كومفورتبل في البراكتس بتاعك، بس انت بس محتاج تلم بالسيستم مش اكتر. فده يعني ده طبعا بيديك ثقة اكتر وبيديك بوست احسن في اول الشغل، لان انت بيبقى الناس عارفة ان انت عندك النوليدج وعندك البراكتس الكويس وعارف انت بتعمل ايه، بس انت بس لسه بتلم بالسيستم عشان تعرف تعمل الحاجة دي ازاي بس. تمام. فانت آه خلصت حجزت البيسز، امتحنت البيسز، ما الحمد لله امتحنتش نجحت في البيسز البيسز. للاسف. انا على ما فكرة امتحنتش انا البيسز ده انا في على بلوت فكرة تويست بقى في القصه. على فكرة بقى انا لسه ما امتحنتش البيسز لحد دلوقتي. وهي علامة الإذن التيسير، ولم شنطة هدومي وأروح أعيش في المستشفيات بقية الأسبوع. وقدمت عليها وسط مثلا 50 60 شغلانة تانية أنا مقدم عليها. مم. فأنت معظم وقتك مقضيه على الكمبيوتر بتحاول تعمل أبديت للحاجات دي. أنت بتوصل أسرع بكتير للدايجنوزس، وبتوصل أسرع بكتير للمانجمنت. المستشفى فيها واحد من أكبر أكبر وأحسن أقسام الإلدرلي ميديسن في إنجلترا كلها. احلى شاوت اوت لدكتور ديفيد هون. ف حطها لك في الانترو كمان. انا بصراحه شايف ان انت حتى لو عندك هذا الباشن فيعني حطه في الدرج. انا مش عايز اغير حاجه، يعني انا I wouldn't change anything بصراحه. ان لو ابوك دكتور في سبيشالتي معينه، امشي يا ابني في السبيشالتي دي. فانت آه خلصت حجزت البيسز، امتحنت البيسز، ما الحمد لله امتحنتش نجحت في البيسز البيسز. للاسف. انا على ما فكره امتحنتش انا البيسز ده انا في على بلوت فكره تويست بقى في القصه. على فكره بقى انا لسه ما امتحنتش البيسز لحد دلوقتي. بتهزر؟ انت بقالك قد ايه والله. في انجلترا؟ والله انا بقالي في انجلترا دلوقتي من 2019، يعني داخل في 4 سنين اهو. و... ولسه ما امتحنتش البيسز؟ ولسه ما امتحنتش البيسز. وعايز اقول لك ان انا في ديسمبر في 1 2024 لو ما امتحنتش البيسز باي ذن انا هتروح عليا الام ار سي بي كلها. اوف.
طب ان شاء ف الله تلحق قبل يعني انا ان شاء بعد الله شهر. يعني انا ناوي امتحن في ديسمبر، بس هي قصه برضه اصلا معقربه، لان انا جيت بعد اعفاء الجيش، وكملت شغل في مصر، وانت طبعا يعني انت واعي بقصه مطار برج العرب، بالتكليف اللي احنا استلمناه في مطار برج العرب، وقد طبعا. ايه دي كانت تجربه سيئه جدا، والمدير كان يعني بيشتغلنا وبيحاول يعذبنا وبيحاول يقعدنا ويجيبنا كل يومين من القاهره لاسكندريه. في وسط الكلام ده اكتشفت ان انا والدتي جالها بريست كانسر، فطبعا دي كانت حفرة تانية وقعت فيها وخلصت. بس انا بعد ما خلصت الكلام ده، يعني بعد ما خلصت الكلام ده كان في اخر 2017 مثلا، واستلمت نيابة نيابة كارديولوجي في التأمين الصحي. ودي كانت دي كانت الخطة، يعني دي كانت الخطة الجنرال ان انا عايز ابقى كارديولوجيست. فانا هفضل ماشي في السكه دي في مصر. والله سافرت كمل، ما سافرتش اديني يعني ايه، عندي سيفتي نت في مصر انا ماشي فيها. مم. أم هنا بقى ظهر لي البلاب، او مش ظهر لي بلاب، هو انا ادركت ان انا، طب انا ليه معذب نفسي مع البيسز وعمال احاول امتحن وطلعان عين اللي خلفوني؟ طب ما اروح امتحن البلاب على طول وخلاص. دي كانت قصه مضحكه جدا، لان انا كنت في شيفت، وكان كريم هشام نازل اجازه، مم. وجالي عدى عليا وانا في الشيفت في مصر الجديده، و... وقال لي لا انت يعني انت لازم تيجي، يعني كنا في شهر 10، كان الكلام ده مثلا كان يوم 2 او 3 10، وقال لي انت لازم تمتحن البلاب، خلاص انت اللي انت بتعمله ده تهريج، وانت مش هينفع تفضل قاعد كده. مم. وانا طبعا بصراحه شاوت كنت، اوت لكريم هشام برضو يعني. طبعا يعني كارميلا حبيب قلبي. أه... فطبعا يعني انا في وقتها ادركت ان طبعا دي فعلا دي فكره ممتازه، وانا المفروض اعمل كده، وانا مش عارف انا ليه ما عملتش كده من الاول. بس انا كنت محشور في فكره البيسز بصراحه. مم. فانا رحت بس دي قدمت. حاجة حلوة برضو يا زايد، ان انت زي ما بيقولوا كده بقيت ريزيلينت، اللي هو انت كنت فيكسيتد على حاجة لقيتها مش ماشية، او يعني الخطة دي الطريق ده معصلج، فيلا نبيفت ونعمل حاجة تانية تمشي. فدي اه حاجة حلوة برضه ان انت يبقى عندك الريزيلينسي دي، ان انت ما تبقاش بس مسيطر دماغك على حاجة واحدة حتى لو ما بتشتغلش، وحقق حلمك واستمرارية السعي والكلام ده. ده برضه ساعات ده بيفرهد يعني، اللي اه هو لا لا بصراحه، بيفت ده عادي. ده ده ساعات بيبقى كفته تماما، لان انت بمنتهى البساطه هي مش سالكه. بص، ابويا دايما كان بيقول لي حاجه زمان، وهي يعني وهي حاجه انا بتعامل بيها في حياتي لحد دلوقتي، وهي علامه الاذن التيسير. أي بمعنى ان انت لو في حاجه مكتوبه لك تاخدها في الاخر، فهي هتبقى سهله وهتبقى سالكه وهتمشي عادي، مفيش مشكله. بس حلو. لو الحاجة فضلت معصلجة قوي قدامك، وانا مش انا I don't mean to sound religious، بس هو انت لو الحاجة وفضلت معصلجة قدامك قوي، طب ما ممكن يكون ده مش طريقك، يعني ما ممكن يكون انت لو رحت عملت حاجة تانية هتبقى احسن بكتير. حلوة دي. ف... فدي حاجة يعني فدي كانت واحدة من المواقف اللي انا استخدمت الموضوع ده فيها، وحتى وانا بحاول اقنع بابا ان هو يديني فلوس عشان امتحان البلاب، استخدمت معاه من هذا المنطلق. يعني قلت له انا بقالي كتير محشور في البيسز ومش سالكه، فما تيجي يعني نجرب. و... والحمد لله انا بابا كان من الناس اللي هي من اول ما انا اتخرجت وقررت اسافر، وهو يعني كان دايما يقول انا مستعد ابيع هدومي وراك بس تسافر، لان هو كان شايف ان القعده في مصر للدكتور حاجه بشعه جدا. يعني من الحاجات اللي كنت لما برجع احكيها له بتحصل في الشغل، كان بيبقى مش مصدق وشايف ان لا انت هتعمل ايه هنا، ما انت كده يعني مش هتعرف تشتغل ومش هتعرف تعيش، والدنيا هتبقى بشعة جدا. وهو شايف طبعا لما ابتديت اشتغل في النيابة، وابتديت ابقى بطلع من البيت يوم السبت الصبح، ارجع البيت يوم الجمعة عشان اقعد في البيت 24 ساعة اغسل هدومي وانزل تاني والم شنطة هدومي واروح اعيش في المستشفيات بقية الاسبوع. دي طبعا كانت حاجة، يعني كانت تجربة بشعة جدا يعني. مم. حقيقي. الفاميلي سبورت برضه في المرحله دي بيفرق، لان في ساعات طبعا عائلات بتبقى عايزه تخلي اولادها معاها ده علشان حقيقي. بيبقوا خايفين بقى من فكره ان هم يتغربوا ويبعدوا عنهم وكده. بس لما بتلاقي حد كده سبورت في دارك بيفرق معاك جامد. بيفرق جدا كنت طبعا.
كنت عايز بقى اسالك على وانت بتدور على شغل، كان مهم. الموضوع سهل ولا اتعستفت شويه؟ أم، بص، هو الوقت اللي انا كنت بدور فيه على شغل كان لسه الدنيا، يعني الدنيا يمكن competitive اكتر شويه دلوقتي. مش عايز اقول انها competitive قوي، عشان انا يعني لسه في فرص شغل كتير جدا، ولسه في ناس كتير جدا كل يوم بتيجي من مصر لهنا، والدنيا يعني مفتوحه جدا في انجلترا. وانجلترا بالعكس، انت في كل شويه الدكاتره الانجليز اصلا يعني يبتدوا يتحركوا لبلاد تانية، وفي فرص اكتر بتفتح، والديفكت بيزيد. فبالعكس، لا، في اماكن شغل وفي فرص شغل موجوده. بس في الوقت اللي انا كنت بدور فيه كانت الدنيا relatively الحمد لله سهله. وانا لما جيت امتحنت بلاب 1، لان انا امتحنت بلاب 1 هنا في لندن. لان انا وقتها ما لقيتش حجز في مصر، فقررت ان انا احجز في لندن واجي اقعد مع كريم، امتحن وامشي. مم. آم، فلما جيت قعدت مع كريم كان قاعد في البلد اللي انا قاعد فيها دلوقتي، اللي هي في ووردنج. ولما جيت قعدت مع كريم هنا حبيت البلد جدا. وساعتها قلت له تخيل لو انا بعد ما خلصت عرفنا نلاقي شغل في المستشفى عندك، وجينا اشتغلنا مع بعض في نفس المستشفى. وهو كان بيقول لي ده هتبقى حاجة يعني عظمة، يعني تبقى يعني ده حلم جميل. قلت له والله فعلا هو حلم جميل، فيعني ايه، احنا هنشوف بقى ايه اللي هيحصل. برضو عشان آه يعني الناس مش بتقدرش فكرة السوشيال سبورت دي، ان انت يبقى معاك حد تعرفه من زمان في البلد اللي انت فيها. يعني مش قادر اقول هي مهمة قد ايه يعني، بس انت طبعا. ممكن تقول لي يا زايد يعني اهمية ان انت يبقى معاك حد تعرفه في البلد اللي انت رايح لها لأول مرة ما تعرفش فيها حد. يعني يا جماعة، أنا I could get emotional وأنا بتكلم عن حاجة زي دي. مهمة آه، جدا صح. بس هو منتهى البساطة، أنا بعد ما خلصت بلاب 2، بعد ما خلصت الجي ام سي ريجستريشن، ابتديت أدور على شغل. آم، كريم هشام في يوم كلمني و... وقال لي إن هو كان بيكلم الميديكال اتش ار بالصدفة، و... وهي قالت له إن في شغلانة ميديسن اس اتش او، الهاوس اوفيسر، موجودة فتحت في المستشفى. فكريم قال لها طب انا عندي واحد صاحبي في مصر وكويس جدا والكلام ده كله، وعايزه يقدم عليها. فهي ادت له اللينك بتاع الشغل، بتاع الشغلانه، عشان اقدم عليها على الويب سايت. كريم بعتها لي وقدمت عليها. وقدمت عليها وسط مثلا 50 60 شغلانه تانية انا مقدم عليها. مم. وعلما ان انا يعني ما كنت حاطط احتماليه ان ده يحصل 0%، لانه it's too good to be true. آه فانا قدمت على الشغلانه دي بعدها بيومين بالظبط. ودي كانت اسرع ريسبونس جات لي من كل الريسبونسز بتاعت الان اتش اس. ان انا بعد ما قدمت بيومين بالظبط بعتوا لي ان انا ميعاد الانترفيو بتاعي بعدها ب3 ايام، في المستشفى، في التراست دي، في نفس التراست اللي كريم موجود فيها. مم. فانا برضو دي كانت خضه اللي هو ايه ده، في ايه، هما ده هيحصل بجد ولا ايه، انت ده شايف الحلم هيعملوها. عاد بيقرب. اه. فالحلم قعد بيقرب، وبعدين فعليا من كتر ما الموضوع كان حلم، هو انا كل ده في ان دينايل، انا مش مصدق ان دي حاجه هتحصل. مم. أم الانترفيو انا كنت متوتر جدا، لان انا كنت حاسس ان في كميه حاجات ات ستيك، ان هو يعني انا بقى ايه ده انا لو if I failed this interview فانا I failed بقى ان انا افضل مع شخص. وانت طبعا يعني مش هحكي لك كتير عن علاقتي بكريم هشام، بس احنا بمنتهى البساطة انا وكريم هشام كنا عايشين مع بعض اخر 4 سنين من الكلية مثلا. يعني اخوات تقريبا، يعني بيست فبالظبط فريندز. بالظبط، يعني كريم هشام هو وكمان دي يعتبر في الغربة بقى، يعني كمان في الغربة دي بتتضرب في بتتضرب 10,000 بقى. بالظبط، يعني بتتضرب في مليون بقى، انت خلاص، انت بالظبط. يعني انت توأمك عايش معاك. ف... مم. فدي طبعا حاجة بتفرق جدا. ففي الانترفيو كان بالظبط تلت ساعة. وانا كنت بتكلم في الانترفيو، كنت بتكلم subconsciously، لان انا كنت كل اللي مركز فيه انا مش عايز ابوظ الدنيا. وكنت حاسس ان انا شيكي جدا وملقلق جدا، والدنيا مش مظبوطه، وما عملتش كويس. أه... بعد ما خلصت الانترفيو، قفلت معاهم وكلمت كريم هشام وقلت له ان انا غالبا بوظت الدنيا، وان غالبا الدنيا قلشت لان انا كنت متوتر جدا. مم. أم... بعدها بربع ساعه بالظبط المستشفى بعتولي ان انا I got accepted في الانترفيو.
واو. ومش بس كده انا اصلا الشغلانه دي كانت في نفس التراست، بس ما كانتش في نفس المستشفى اللي فيها كريم. مم. يعني التراست اللي هي هنعتبرها المديريه مم. والمستشفيات بقى في المناطق جوه. مم. فكان الشغلانه اصلا الجوب اوفر كان في ديبارتمنت، في الميديسن ديبارتمنت، في مستشفى في مدينه تبعد ساعه الا ربع عن المدينه اللي قاعد فيها كريم هشام. مم. اللي هو ولكن مش يعني مش وحش برضه يعني مش وحش بقى، ستيل. طبعا 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 حاجه، بس ستيل انت يعني ايه في نطاق انها حاجه مزيكا، يعني انت لسه هتبقى مبسوط جدا ان ده حصل. ولكن اللي عمل لي الانترفيو كانوا ثلاثه كونسلتنتس، في اتنين منهم في المستشفى اللي كريم فيها. لما ردوا عليا في الانترفيو، كان ردهم: احنا عايزينك معانا في المستشفى، مش عايزينك تروح المستشفى التانية، احنا عايزينك تيجي واو. معانا في المستشفى هنا. وهل ده انت عندك سبحان الله بقى فعلا. هنا فعلا، نقول سبحان وقالوا لي الله. وبيقولوا لي هل انت عندك مشكلة مع ده؟ انا طبعا ما كنتش مصدق. يعني انا مش عارف ارد على الايميل اقول ايه والله. يعني انا لحد الان، انا لو كان ينفع ابعت لهم ايميل يعني فويس نوت في الايميل اقول لهم ده ده والله ده احنا عنينا، ده ده انتوا احنا علينا تؤمروا. فعلا. يعني لان انا فعلا دي كانت صاعقة، كانت صاعقة. مم. ف... فلما بعتوا لي قالوا لي كده وانا قلت لهم تمام، قلت لهم اه طبعا انا موافق. فردوا عليا قالوا لي تمام، وابتدوا يتكلموا بقى في الورق، وهتبعت لنا الورق وهنبعت لك السيرتيفيكت اوف سبونسرشيب عشان تروح تقدم على فيزا. وانا بكلم كريم بقول له على الكلام ده، وانا وكريم والله مش مصدقين. يعني انا بقول لكريم هشام الكلام ده وكريم هشام مش مصدق وانا مش مصدق. وبعدين لقيت كريم بيقول لي ان هم بعتوا له بعدها، بعد ما بعتوا لي بعتوا له بعدها ان انا كسرت الدنيا في الانترفيو، وان انا كنت جامد فشخ في الانترفيو، وان دي واو. كانت ريكومنديشن كويسه، فهم كانوا مبسوطين منه ومبسوطين ان هم. سبحان الله. سبحان الله. وده كله وانا بقول لك ان انا مش مصدق ان ده هيحصل، وان انا كنت حاسس ان انا عجنت الدنيا في الانترفيو. انا هو عجنت صح. الدنيا في الانترفيو. هو سبحان الله فعلا. هو if it's meant to be بالظبط. خلاص. it's meant to be. it's يعني meant to be تماما والله. وهي دي بالظبط يا اسامه علامه الاذن التيسير. لان صح. انا امتحنت بلاب 1، نجحت في بلاب 1 بالظبط 3 شهور ولا 4 شهور. امتحنت بلاب 2، نجحت في بلاب 2 شهرين، كنت مخلص الجي ام سي ريجستريشن شهرين، كان جالي الشغلانه مع كريم في المستشفى. سبحان الله فعلا. يعني هو لما بتبقى الدنيا متسهلة فعلا بتتسهل بالظبط. والواحد حتى كمان بيبقى مرتاح نفسيا، وبتلاقي فيه مميزات انت ما كنتش عامل حسابك عليها اه لقيتها طبعا. بتظهر. اه طبعا. يعني عايز اسألك بقى دلوقتي، يعني خلاص انت رحت استلمت الشغل مهم. وهتبتدي تشتغل. طبعا اول ما بتروح تشتغل بره مصر في شوية حاجات بتبهرك كده، لان انت دايما بتقارن بالوضع في مصر، فبتتبهر طبعا. بشوية حاجات كده بالسيستم والنظام والحاجات اللي بتحصل حواليك. يعني عايز اسألك بقى ايه اكتر حاجة بهرتك اول ما سافرت؟ اكتر حاجه ابهرتني في المستشفى كان استخدام الكمبيوتر في كل حاجه. كان الموضوع مسلي جدا. الموضوع ده كان بالنسبه لي حاجه amusing جدا، لانه احنا مره واحده طلعنا من حفره الورق والملفات اللي انا كنت عايش فيها، تذاكر. والتذاكر والكتابه، في الكتابه اللانهائيه في الورق، الا انه مره واحده انا بس بطيب على الكمبيوتر وبكتب الحاجات، وحتى ببريسكرايب الدواء على الكمبيوتر، بعمل كل حاجة على الكمبيوتر. أنا عارف الهيستوري كله بتاع العيان بكل الأشعاعات بتاعته، بكل الليترز اللي خدها من أي دكتور في البلد، موجودة in a single software. فاهم؟ فأنت بمنتهى البساطة عندك unlimited access لكل الداتا بتاعت العيان. فده بيسهل حياتك بشكل يعني هستيري، لأن هل أنت انت مش. شايف يا زايد ان الموضوع ده كله مميزات ولا برضو في عيوب؟ يعني فكرة ان انت تبقى كل حاجة فيها اتش ار، لان في الديبيت ده موجود مثلا في امريكا، ان هو فكرة ان كل حاجة بقت الكترونيك. طبعا هي ليها مميزات كتير، بس في ناس برضو بتقول ان هي لا، ليها عيوب. هي بتخلي الدكتور
بيقضي وقت اكتر على الكمبيوتر اكتر ما بيقضيه مع العيان، او بيخلي ان هو بقى مهتم اكتر بفكرة الديفensive ميديسن، ان هو يدوكيمنت كل حاجة مظبوط علشان الحاجات ما بتتمسحش، فلازم يبقى كل حاجة مظبوطة عشان لو حد راجع وراه يعرف ان هو كان كل حاجات مكتوبة مظبوط. فبيستهلك وقت وطاقة اكتر من البيبر تشورتنج بتاع زمان. انت ايه رأيك في القصة دي؟ بص بصراحة هو أنا رأيي إنه الديفنسيف ميديسن مش نابع بس من الديجيتالايزنج بتاع الحاجات. مم. الديفنسيف ميديسن ده براكتس تبنته دول الغرب في آخر كام سنة، بس بيزد اون إن العيانين ابتدوا يعرفوا إن في حاجة اسمها إن إحنا نرفع قضية على المستشفى. فمن هنا ظهر الديفنسيف ميديسن. والديفنسيف ميديسن هو الفكرة كلها إن أنت بتحاول تحمي نفسك في كل الأوقات. والموضوع ده على فكرة ملوش علاقة إذا كانت هتبقى ورق أو كمبيوتر. انت كنت هتقضي لو الموضوع ورق، انت كنت هتقضي وقت اكتر بكتير قوي على الورق برضو، عمال تحاول تكتب كل حاجة. أم، بس انا هنا عندي، يعني انا عندي نظرية تانية في الكمبيوتر، انه انا موافق تماما لفكرة انه أم، الكمبيوتر الموضوع بقى بيستهلك وقت اكتر، لان انت بقى مطلوب منك مثلا كجونيور دكتور مثلا، انت بتابديت سوفت ويرز كتيرة قوي لكل عيان كل يوم. مم. فانت معظم وقتك مقضيه على الكمبيوتر بتحاول تعمل ابديت للحاجات دي، في حين ان بمنتهى البساطة كان ممكن يبقى في ناس administrators بيعملوا الكلام ده. يعني بياخدوا الكلام اللي انت بتكتبه في الورقة في الوورد راوند مثلا ويحطوه في السوفت وير، فده كان هيركز شغل الدكتور على حاجات تانية. فهمت أم، قصدك. يعني هو السيستم ده احسن من اللي موجود، بس هو يعني في روم فور جروث، يعني هو يقدر يبقى اه احسن طبعا. من كده كمان يعني. طبعا. بس طبعا هو طبعا. compared للبيبر تشارتنج هو احسن طبعا. اه طبعا، لان انت فعلا وده على فكرة انت بتحسه قوي في الحتت الاكيوت. يعني انت وانت واقف في الطوارئ مثلا لما بيخش عليك عيان عنده مصيبة، انت لسه انت مش محتاج تقعد تدور على كل اهله مين عشان تعرف ايه اللي حصل له قبل كده. صح. يعني انت بضغطة زر على هذا الكمبيوتر انت هتعرف كل اللي حصل. انت تعرف كل اللي حصل، وهتعرف الراجل ده ايه الهيستوري بتاعه. وده على فكرة، يعني انت لو فكرت فيها هو ده بيساعدك توصل لدايجنوزس اسرع. ده بيساعدك يعني ترول اوت حاجات اكبر بسرعة. بيساعدك ان انت في الاخر العيان ده بياخد اوتكم احسن بكتير من لو انت العيان جالك. يعني انت متخيل ان عيان جالك كولابست ودخل المستشفى وانت ما تعرفش عنه اي حاجة؟ ما دي بتبقى حاجة صعبة جدا، انت ما بتبقاش عارف هو مين ده، ولا عنده ايه، ولا ما عندوش ايه، ولا ايه اللي حصل له. فبتبتدي ترن through step wise investigations او step wise approach للموضوع. بس ده بيضيع وقت. يعني ال step wise approach ده بيأسيوم ان انت ما تعرفش اي حاجة عن العيان. بس وانس انت بتبتدي تعرف حاجات عن العيان من السيستم او من السوفت وير اللي موجود، او من ان انت معاك رقم العيان فعرفت ايه الدنيا بتاعته، انت بتوصل اسرع بكتير للدايجنوزس، وبتوصل اسرع بكتير للمانجمنت، وبتطلع اوتكم احسن للعيان. انت فاهم؟ يعني الدنيا بتظبط اسرع بكتير من لو انت ما تعرفش حاجه. لا، انا متفق معاك تماما ان طبعا الالكترونيك ميديكال ريكوردز دي بريك ثرو في عالم الطب، يعني انا طبعا. متفق معاك طبعا. تماما في هذا طبعا. الموضوع. بس ايه تاني غير ان وجود الالكترونيك ميديكال ريكوردز اللي لقيته حاجه مبهره مقارنه بالوضع في مصر يعني؟ أم، الحاجه التانية هو كان الاستشاريين وطريقه تعاملهم مع الجناير. مم. ودي كانت حاجه انا كنت فاكرهم في الاول بيسفوا علينا. يعني انا كنت فاكرهم في الاول ده مش ايموشنز حقيقيه، ده سف. وهو مم. انت اول ما هتغلط غلطة هيقوم مديك على قفاك عادي زي في مصر. بس بس لا بالعكس، يعني الاستشاريين هنا او في كلتشر. انا ما اعرفش طبعا هل الموضوع ده في امريكا كمان ولا هو ده بس حاجة يعني ليميتد للان اتش اس في انجلترا. بس دايما في انا كلتشر بتاعت. بتهيالي انا بتهيالي ان الموضوع في انجلترا يعني يمكن ارقى شويه من امريكا. وطبعا امريكا يعني برضو مقارنة بمصر يعني هو أكيد المعاملة كويسة، بس هي فيها حتة هيراركي كده برضو شوية، هيراركي آدمية بس فيها الهيراركي دي. بحس إن امم في إنجلترا أنا يعني متوقع إن هي تبقى أحسن في إنجلترا يعني بالسمع. يعني انا مثلا انا اول ما جيت،
الراجل اللي عمل لي الانترفيو يعني ده رئيس اسم الالدرلي ميديسن في المستشفى اللي انا فيها. في مستشفى فيها واحد من اكبر اقسام اكبر واحسن اقسام الالدرلي ميديسن في انجلترا كلها. لان البلد اللي انا فيها هي بلد معاشات، يعني الناس بتيجي تطلع على معاش هنا على البحر. فبالتالي يعني باي ديفولت بقى احسن اسم في المستشفى هو الالدرلي ميديسن عشان ياخد باله من الناس دي. مم. فالراجل ده رئيس القسم، وهو اللي عمل لي الانترفيو، وهو اللي كان السوبرفايزر بتاعي اول واحد قابلته اول ما جيت. الراجل ده كان اسمه ديفيد هانت. ويعني لو في يوم من الايام سمع البودكاست دي فده يعني ده احلى شاوت اوت، يعني ده اكتر رجل ابيض انا بحبه في حياتي. احلى شاوت اوت لدكتور ديفيد هون. ف حطها لك في الانترو كمان. الفكره ان انا اول ما جيت، اول ما قابلني اول حاجه انا طبعا داخل بكلمه ازيك يا دكتور هانت. فهو قال لي لا ديفيد. فانا قلت له ديفيد ايه؟ لا دكتور هانت. هو ايه اللي ديفيد؟ فاهم يعني هو ايه اللي ديفيد؟ يعني هو العين ما تعلاش على حاجه بس قعدت البيت. لانه بالظبط. لانه الراجل مش يعني الراجل كبير كمان، يعني هو مثلا حد في اواخر في يعني في منتصف الخمسينيات. أم، وراجل هيبة كده وراجل يعني عنده كمية من العلم لا يستهان بها، ورئيس الاسم وبتاع. فيعني ايه انت عايز ندخل اقول لك يا ديفيد عامل ايه؟ ده النواب اللي كانوا بيبقوا معايا في المستشفى السناير اللي قبليك بسنتين ولا بسنة كان يخش يتصنير عليك ويقول لك قول لي يا دكتور مصطفى. اه، ده انت تقوم تقف لما اخش الاوضه. بالظبط اه ويعني ايه انت قاعد وانا اللي انزل اشوف العيان والكلام ده بقى. فانت جاي من كلتشر توكسيك بشكل مش منطقي، وفيها ان انت لو الشخص اللي قاعد معاك ده استلم قبليك بيومين فهو سينيور عليك، فهو هيطلع عين اللي خلفوك في المستشفى. لان انا مره اه، واحده رحت والناس كلها بقى اللي هو ايه، الكونسلتنتس كلهم عايزينك يعني بيعرفوا بعض بالفيرست نيم اون فيرست نيم بيزس، كلنا بنتكلم مع بعض. وكل اللي هما بيحاولوا يفهموا لك ان احنا ما عندناش هيراركي، احنا دي فلات هيراركي. فاحنا كلنا نفس الحاجه. الاستشاري زيه زي الريجسترار زيه زي الجونيور دكتور. الفرق الوحيد بس ان الاستشاري هو اللي مسؤول عن القرار. في the decision making process هو ده الشخص المسؤول. بس ده لا يديله سلطة ان هو يعمل معاك اي حاجة تانية ملهاش معنى. مهم قوي الكلام ده. فدي كانت حاجة يعني مبهرة عندنا جدا. الكالتشر مختلفة فعلا في مصر، زي ما انت بالظبط بتقول عندنا بالظبط الهيراركي يعني بتاكل مرعبة. كل شيء. اه بس الهيراركي عايز اسالك مرعبة في مصر. بقى على حاجة تانية يعني، لان انا عارف ان بعد ما بتقعد شوية في البلد وبتبتدي الانبهار بالحاجات الاولية بتبتدي تفيد كده، بيروح بتبتدي بقى طبعا. تشوف المشاكل اللي في السيستم بقى فعلا. فمن امم وجهة نظرك بقى يعني ايه المشاكل اللي انت لاحظتها في السيستم بتاع انجلترا؟ أم، بص هو المشكلة يعني أنا هتكلم عن مشكلة، وأنا هطرح دلوقتي يعني برسبكتيف للفرق بين الشغل في مصر والشغل في إنجلترا. ما أعرفش إذا كان حد جاب سيرته معاك قبل كده ولا لأ، بس ده كان بالنسبة لي واحدة من أهم الحاجات اللي أول الحاجات اللي أنا اكتشفتها. أول ما الانبهار خلص، أول ما الفترة اللي هي كل حاجة شايني دي خلصت، ايوه. وابتديت فعلا اريلايز ان انا عادي بقى خلاص دي البلد اللي انا هشتغل فيها. فانا محتاج ابص للحاجات بمنظور مختلف شويه. أم، الموضوع ده هو ان قد ايه الشغل في مصر ريوردنج اكتر من الشغل في انجلترا. وهنا انا بتكلم عن الايموشنال ريورد. امم. مصر is very 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 emotionally rewarding في الشغل، في الطب بالذات. امم. أم، لانه برضو انا بتكلم من المنظور بتاعي انا، وان انا شخص كنت نايب رعايه في مصر. ونايب رعاية في تخصص بيعتمد بنسبة 100% على الشخص. الاوتكم بتاع العيانين بيعتمد بنسبة 100% على الشخص اللي موجود في الرعاية. هو لا يعتمد، هو مفيش أي عوامل تانية هتفرق. امم. لأن تقريبا الريسورسز واحدة، والكتب والعلم واحد. هو الشخص اللي موجود ده شاطر وبيعرف يشتغل ولا لأ؟ ده اللي بيفرق فعلا مع العيانين. أم، انا عشان كنت بذاكر، يعني ده كان الوقت اللي كنت بذاكر فيه الام ار سي بي والبيسز، فكان بطبيعه الحال عندي
علم وعندي يعني التشوق ان انا اكشلي اشتغل واطبق الكلام ده على العيانين. فانا لما كنت بشتغل في الرعايه، لما كان تبقى بالليل وانت قاعد لوحدك ومعكش سينيور ومعكش اي حاجه، وتجيلك حاله مثلا exacerbation of COPD والعيان بيموت وخلاص بيفيص، فانت تاخد العيان ده وتعمل له intubation و ventilation، كام ساعة تحسنه والعيان نفسه يتحسن وبتاع، وبعدين الصبح تقوم فاصله من على جهاز الفنتليتور والعيان ممكن يقوم يروح عادي جدا، يعني مفيش حاجة، الدنيا تمام. فدي كانت حاجة، انت بتاخد you're taking chances، انت بتشوف الناتج بتاع الريسك اللي انت بتاخده ده في الاوتكم مع العيانين. على الجانب الاخر بقى انت في انجلترا انت سايس، يعني انت بتركن العيان مطرح ما الاستشاري يحب. والله بجد حلو قوي يعني. التشبيه ده. انت مالكش دور حقيقي، انت هنا مجرد، يعني انت مثلا بتدخل الورد راوند، بتلف ورا الاستشاري بتكتب وراه. طب انا مثلا واقف في الطوارئ او واقف في الاكيوت ميديكال تيك مثلا، بكلارك ان العيانين اللي جايين. فانت لما بتبتدي تكلارك العيان وتخلص البلان اللي انت حطيتها للعيان ملهاش لازمة، لان انت في خلال ساعة في استشاري هيجي معاك يبص على العيان ويحط البلان بتاعته، فانت البلان بتاعتك ممكن تكتب فيها هاو، فالاستشاري مش هيفرق معاه. بس يعني هي غالبا بتبقى قريبة يا زوز، لان احنا في الاخر هتلاقينا بنحتكم لنفس الجايد لاينز، يعني هتلاقي ان اه انت لا طبعا. اختلافاتك عن البلان هتبقى قليلة. بس في مصر فعلا زي ما انت بتقول كده، لان دايما كانوا بيقولوا في مصر مثلا ان الطب مدارس ومفيش حاجة اسمها evidence based و... بالظبط. وانت بتعمل اللي انت عايزه، فبتحس فعلا ان انت عندك الحرية ان انت لما بتيجي فعلا تطبق يعني الطب الحقيقي اللي انت قريته واللي انت ذاكرته، بتلاقي الامباكت فيه اكبر بكتير من انجلترا، لان في انجلترا اصلا ده العادي، يعني هو ده اللي بالظبط. بيحصل في العادي، بالظبط. فما بتشوفش الاختلاف اللي انت عملته زي ما بتشوفه في مصر. ده حقيقي، يعني انت فعلا يعني احنا وانا في مصر كان، يعني كان ممكن تشوف فعلا اللي انت بتعمله مع العيانين على مدار الاسبوع، فعلا انت بتيجي الاسبوع اللي بعده تلاقي العيانين بيتحسنوا، وتلاقي الحاجات البلان اللي انت حطيتها فعلا made a very good outcome، والعيانين مبسوطين واهل العيانين مبسوطين والناس بتحبك، والدنيا كده انت دايما محاط بناس ابتدت تثق فيك، يعني لان انت بعد فترة خلاص الناس شايفة ان انت، لا ده انت اكشلي شاطر، ده انت اكشلي بتعرف تدور الرعاية لوحدك بالليل، فانت لا ده انت كويس، والعيانين بيثقوا فيك، ودكاترة الأقسام التانية ابتدوا يثقوا ان اليوم اللي الشخص ده هيبقى موجود فيه هيبقى يوم كويس، لان هو لو حصل اي مصيبة هو هيعرف يتصرف، هيعرف يتعامل. فده بيديك نوع من انواع الايموشنال ريورد كده، مش بتاخدها از جونيور دكتور في اي حتة تانية، لان صح. انت بتيجي هنا بقى. ماشي، انا ممكن احط نفس البلان اللي حطها الاستشاري، لان احنا زي ما انت قلت احنا بنحتكم لنفس الجايد لاينز في الاخر، وبنحتكم لنفس الابروتش للاخر. أم، احنا هنحط نفس البلان، او انا البلان بتاعتي مثلا هيبقى ناقصها حاجتين ثلاثة هو هيزودهم. أم، بس ستيل انت ما عملتش حاجة قوي، وانت ما خدتش اي كريدت من الموضوع، يعني انت لو شلناك من المعادلة، فاحنا مجرد ان احنا شلنا الشخص اللي بيملى الورق. فاهم قصدك تماما، وخصوصا كمان لما انت بتبقى شغال في الغربة، يعني مع كالتشر مختلفة وناس مختلفة، فحتى الحتة بتاعت الهيومن كونتاكت مع العيان ما بتبقاش هي يعني حتى لو طبعا. في مصر برضو طبعا. ابتدوا يمشوا على جايد لاينز، ففي حتة بتاعت الهيومن كونتاكت دي اللي طبعا. هو اللي انت بتتعامل بقى مع الشخص مش مع العيان، دي ما بالظبط. بتبقاش موجودة قوي في الغربة. مش عشان حاجة، علشان بس يعني it's a different culture و it's a بالظبط. different language بالظبط. وكلها حاجات مختلفة عن اللي انت اتربيت وكبرت عليها يعني. طبعا. طبعا. بس هو الموضوع ده عامة، يعني لو قعدنا نتكلم فيه هنقعد كتير. بس انا عشان يعني ما نتسحلش في الموضوع ده، عايز لان بقى الموضوع ده اسألك. عمل لي
عمل لي مشكله كبيره جدا اول ما جيت هنا. يعني انا كنت بقعد اتكلم معاهم، كنت بقعد اتكلم يعني الاستشاري السوبرفايزر بتاعي ديفيد هانت ده، انا كنت بقعد اتكلم معاه بالساعات عن الموضوع ده. اللي مم. هو انا شخص جاي لك، انا عندي ثقه في نفسي ان انا اقدر اعمل اي حاجه، بس انت بمنتهى البساطه هنا مشغلني روبوت. يعني انا روبوت هنا، ما بعملش حاجه. صح. انا ممكن اخلص الشيفت بتاع الميديكال تيك او الميديكال كلاركينج ده كله وانا سيمي كونشس عادي. لا، انا عمال اكتب في الورق، وفي يعني فورمة اسئله كده موجوده في مكتوبه لك في الورقه تسالها وشكرا. مم. صح. فلا طبعا ده موضوع يعني. و- يعني وهو ده يمكن كمان برضو ليه علاقة بالسيستم والشغل في السوبرفيجن، لان انت لما بتبتدي بقى تبقى كونسلتنت، فانت مش بتبقى كومفورتبل بقى ان انت تتعامل مع الحالات دي عادي. ده انت بتبقى يعني خلاص، يعني لو انت بقالك بتعمل الحاجات دي سنوات وسنوات، فانت لما بتبقى كونسلتنت فالبلانز بتاعتك بقى بتبقى سهلة جدا. ولا على الناحية التانية بقى في مصر انت بتاخد بقى الرول بتاع الكونسلتنت ده، مش الرول بتاع الكونسلتنت في الهيراركي بس في الريسبونسبيلتي، من ده وانت حقيقي. لسه نايب، اللي هو ده انت حقيقي. بتبقى مسؤول عن كل حاجة من وانت لسه نايب. فلما بتيجي ترجع بقى خطوة لورا في الريسبونسبيلتي دي بتحس ان اللي هو لا ايه ده، انا كنت بعمل فرق اكتر من كده في مصر. اه، انا كنت نجم اكتر من بالظبط. انا كنت نجم فعلا عن كده. بس خليني بقى اسالك حاجه قبل ما الوقت يطير مننا. قول يا حبيبي. لو انت هترجع لنفسك قبل ما تسافر، وهتدي لنفسك نصيحه، هتقول لنفسك ايه؟ أه لو هرجع لنفسي قبل ما اسافر وادي لنفسي نصيحة. أه يعني وات ايفر بقى النصيحه دي هتبقى، يعني سافر بدري، سافر متاخر، اعمل حاجه مختلفه، او يعني زي الفل انت كل اللي عملته تمام. بص، بصراحة م. يعني انا في منتهى الرضا عن الاربع سنين اللي فاتوا. في اللي هو من اول ما جيت هنا لحد دلوقتي، انا الحمد لله يعني راضي جدا. انا couldn't have gone any better يعني. سواء سلام. الشغل اللي انا اشتغلته في الاول، وان انا جيت فعلا واحنا على فكرة احنا برضو موضوع ان انا جيت مع كريم هشام او جيت مع واحد صاحبي في نفس المستشفى، ده ستيل دي واحدة من اعظم الحاجات اللي حصلت في الحياة. م. لانه انا جيت قبل الكوفيد بشهرين. فانا اوف. فانا انت جيت جيت من الدار على النار. بالظبط، وجيت وحصل اللوك داون. فلو انا ما كنتش وقت اللوك داون، السنتين بتوع اللوك داون اللي كانوا في انجلترا دول، لو ما كانش كريم هشام عايش بعيد عني 3 دقايق ماشي، احنا الاتنين غالبا هنتجنن. لانه الموضوع كان ديبريسنج جدا، وكانت الحاجة الوحيدة اللي يمكن مصبرانا او مخليانا مكملين ان احنا بنعرف نشوف بعض على الاقل كل يوم. يعني على الاقل كل يوم ساعتين مثلا، احنا صح. هنعرف انا وهو ننزل نتمشى مع بعض، او هنقضي اليوم مع بعض. يعني هو هيجيب مراته ويجي يقعد معانا ومراتي ونقضي اليوم مع بعض. و فدي طبعا حاجة، يعني انا يمكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن انصح بيها نفسي هو ان فعلا لو رجع بيا الزمن، هو ان انا I got obsessed about the paces for too long. ان انا كان المفروض افكس الموضوع ده بدري واعمل بلاب بدري عن الوقت اللي انا عملته فيه. أم، ولكن يعني من برسبكتيف السفر او اللي حصل هنا، او انا يعني مش عايز اغير حاجه. يعني انا I wouldn't change anything بصراحه. fair enough. جميل انت برضه يا عم زايد. طب خليني اسالك بقى، لو هتنصح حد، خلينا نقول لسه طالب في كلية طب مم. وبيفكر في السفر، مهم. لو عايز تديله نصيحة بناء على تجربتك، ممكن تقول له ايه؟ يعني هقول له، يعني اليوم اللي هتخلص فيه، او اول يوم ينفع تمتحن فيه بلاب، او هينفع تمتحن فيه امتحان معادله يطلعك من مصر، لازم تعمل كده. أه بلس ان انا عندي نصيحه تانية. ودي يمكن نصيحه سبيسيفيك شويه للشباب اللي ابهاتهم دكاتره. مم. ان لو ابوك دكتور في سبيشالتي معينه، امشي يا ابني في السبيشالتي دي. ما فيش اي مجال لمسلسل اللي انا عايش في جلباب ابي انه يحصل في الحياه الحقيقيه. ده انت لسه كنت بتقول بابايا مهندس وما كنتش و... عايز اقول. و... وانا وده وهل ده كان قرار صح؟ طب ما هو ده كان قرار غبي.
يعني احنا تمام مثلا احنا متفاهم. مثلا عندنا واحد صاحبنا مش هنجيب سيرته، ابوه ديرماتولوجيست، مم. وعنده يعني massive practices of dermatology يعني في كذا بلد. هل صاحبنا ده اقتنع بسهولة ان هو يبقى ديرماتولوجيست؟ لا، صاحبنا ده آه، كان عايز يبقى بتاع بطن عادي وملوش دعوة باللي بابا بيعمله والكلام ده كله. فين في مم. الاخر لحد ما اقتنع ان هو ده فعلا الطريق الصح، لانه انت في شخص اوريدي قبلك مشي المشوار وعمل كل حاجة وتعب وبنى حاجة، فما بس ترميش ده خلينا كله في نقول برضه الزبالة. زايد، يعني يعني طبعا هيبقى الموضوع اسهل بالنسبه لك ده لو انت ما عندكش بريفرنس، يعني لو انت ما فيش حاجه انت ميت عليها. يعني لو انت بالنسبه لك كل السبيشالتيز زي بعض، فمن المنطقي ان انت تعمل نفس الحاجه اللي اهلك عملوها وباباك عملها. بس لو انت يعني من اول ما دخلت سنه اولى وانت نفسك تعمل نيورو سيرجري وجراحه المخ والاعصاب دي هي حلمك، خلاص ربنا يوفقك. بس لو انت ما عندكش هذا الباشن، يبقى يعني انا متفق معاك، يبقى فعلا اللي اهلك عاملينه هيسهل لك كتير. انا بصراحة شايف ان انت حتى لو عندك هذا الباشن فيعني حطه في الدرج، وممكن تبقى نيورو سيرجري في وقت فراغك بعدين. يعني ممكن ان شاء الله كمان 20 سنة تبقى تعمل النيورو سيرجري ده انا كهواية. انا بقيت كده عشان بوي كان اسمه. بالظبط، بالظبط. وهو ده يا جماعة، يا جماعة هو ده احنا يعني بجد فعليا احنا بن اندر استيميت الموضوع ده وبنتعامل معاه من منطلق يعني تكبري وغروري بشكل مش منطقي. يعني ايه انا مش هطلع عامل نفس اللي ابويا كان بيعمله؟ لا يا حبيبي، انت تطلع بالظبط تعمل نفس اللي ابوك كان بيعمله بالظبط، يعني بالسنتي. وبعدين لانه هو فلان عايش في جلباب ابي، ما هو في الاخر يعني ما فلحش غير لما راح اشتغل مع بابا بالظبط، وعبد بالظبط. الغفور البرعي. ليه بقى الحرب؟ يعني ليه بقى ونقعد نقول لا وانا مش عايز اعمل كده وانا مش عايز اجي الحتة دي وانا مش عايز اشتغل في المكان ده عشان انا مش عايز اشتغل معاك تحت طوعك لا، انت تروح تشتغل، انت تروح تمسح له جزمته كل يوم الصبح، لان هو الراجل ده بمنتهى البساطة هو قفل اللعبة وفتح لك ليفل انت هتخش تقعد، يعني انت هتخش تقعد وتعيش حياتك بقى عادي، فانت مش محتاج برسبكتيف والله لذيذ ومختلف، يعني انا بحييك على هذا البرسبكتيف. وانا خليني بقى بصراحة اخرج بره الطب بقى اخرج بقى بره ووجع الطب. الدماغ ده، واسالك بقى عن بره الطب عامه. انت بتسمع بودكاست عامه او بتتابع تشانلز على اليوتيوب حاجات دوريه، ولا مالكش في القصه أه، دي؟ بص، هو يعني انا ممكن الحاجه الوحيده اللي انا كنت بشوفها، الحاجات الوحيده اللي بشوفها على اليوتيوب هو خالد فهمي وبلال فضل، بس يعني اه من حقيقي اجل الاثنين ممتازين بصراحه. من اجل يعني التشويق التاريخي مش اكتر، مم. ان هي حاجات مسليه. آم، بس مراتي بتسمع بودكاست كتير جدا، فانا في subconsciously في مجموعه من البودكاست في دماغي طول الوقت. مم. حاجات بتاعت راديو لاب دي طبعا، يعني دي طول الوقت انا مراتي مشغلاها في البيت وبسمعها فدي حاجات، واكشلي في حاجات فيهم بتبقى مسلية جدا ومشوقة وبيحكوا قصص جميلة جدا، وفي حاجات ما بتبقى اي كلام يعني. بس هو جنرالي انا برضو مش شخص بتاع بودكاست وتشانلز على اليوتيوب قوي. بس هو يمكن بلال فضل وخالد فهمي هو من احسن الحاجات اللي بتفرج عليها، بس لان هم طريقتهم في حكاية القصص مسلية جدا بصراحة. fair enough. لو هقول لك ترشح لي كتاب، مسلسل، فيلم. بص، كتاب، انا مش شخص بقرا كتب قوي، فانا مش هعرف افيدك في موضوع الكتاب ده بصراحة. اوكي. يعني انا ممكن ممكن ترشح حاجة واحدة بس، يعني كتاب، مسلسل، فيلم، رشح لي كتاب او حاجة. مسلسل او فيلم، اه اوكي. يعني لو عايز one of each تمام، عايز one overall تمام برضه. طيب خليني افكر كده. يعني مسلسل، يعني نتفرج بقى على جعفر العمدة بقى. والله يعني مسك الختام. عمل عبقري يعني بصراحة، حاجة يعني حاجة بصراحة، يعني ما كنتش عمري أتخيل إن هو هيطلع حاجة بالعظمة دي بصراحة. آه، لا انا بتفرج طبعا على جعفر طبعا العمدة، ده يعني حاجة تدفع، مسلسل ده sensational، ده يعني مسلسل generational sensation.
مسلسل حاجة دسم جدا، دسم جدا. حقيقي والله حاجة فظيعة. وبصراحة احنا زايد عايزين، انا اتبسطت انا جدا عايز، جدا والله ان انا اتكلمت معاك. والله وانا عايز تقول كمان. ايه؟ انا كنت بس عايز اعمل شوت اوت لاستاذ عصام السقا على ظروف. على دوره في جعفر العمدة. بصراحة نعيم شخصية عبقرية، ويعني انا هقاد للشاوت اوت بتاعك ده فعلا وسبحان الرزاق يعني والله. فظيع. لا بس بجد انا اتبسطت جدا ان انا اتكلمت معاك النهارده، وحاسس ان والله وانا كمان يا اسامة ان يعني. طلعنا بشويه حاجات حلوه، وحاسس ان تجربتك لذيذه عامه وخفيفه كده يعني بتعبر عنك والله، فانا اتبسطت والله معاك. وانا كمان جدا يعني. وعندي بس اخر حاجه، لو حد حابب يتواصل معاك، عندك مشكله في ان احنا نحط الايميل بتاعك او لا فيسبوك طبعا، اكاونت او كده؟ لا طبعا، مفيش اي مشكلة خالص، وحتى رقم تحب تليفوني واي حد، حقيقي اي حد محتاج اي مساعدة في اي حاجة ليها علاقة بانجلترا، او حد عايز يجي يعني بيظبط للسفر او الكلام ده كله، انا ما عنديش اي مشكلة ارد على اي حد في اي وقت، واقدم اي مساعدة اقدر اقدمها يعني. طب يعني ايه احسن طريقه للتواصل معاك؟ ايميل، فيسبوك؟ آه، فيسبوك على ماسنجر. فيسبوك خلاص، هحط اللينك بتاع الفيسبوك اكاونت. يعني والواتساب كمان، لو عايز تحط رقم تليفوني للواتساب كمان ما عنديش اي مشكلة يعني. الكرم ده. اه لا، ده احنا عنينا، ده احنا عنينا. زايد والله شكرا ان انت اديتني هذا الكم من وقتك، والله واتبسطت والله حبيبي، معاك. والله انا كمان و... انبسطت جدا. وحبيبي اشوفك على خير. ويعني دي بودكاست عظيمة يعني، أنا يعني I would definitely listen لهذه، يعني أي حد يا جماعة في الكلية لازم يسمع للتجارب بتاعت كل الناس اللي سبقته، عشان مفيش حد بيحكي لك الحاجات دي. صح. فحقيقي دي حاجة لازم، يعني well done، يعني well done إن أنت رحت التراك ده. انا اتمنى برضو ان هي تبقى مفيده، يعني زي ما هي اه يعني، خفيفه، اتمنى ان هي تبقى مفيده فعلا للناس. يا رب، يا رب يا بسبوسة. ماشي يا صديقي. ماشي يا حبيب يلا قلبي. اشوفك على خير. إن شاء الله. حابب اشكر كل اللي وصل لحد هنا، واقول له شكرا انك كملت الحلقه لحد اخرها. لو عجبتك الحلقه دي يا ريت تعمل لايك وشير، ومتنساش تعمل سبسكرايب عشان ما تفوتش الحلقات الجايه. ولو عندك سؤال ممكن تزور موقعنا www.thenomadmd.online وتبعت لنا اي سؤال، واوعدك هنجاوب عليه. وبس كده، اشوفكم الحلقه الجايه.